الحديث بيقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك، ولو أتيتني بملء الأرض خطايا أتيتك بملء الأرض مغفرة ما لم تشرك بي، ما لم تشرك بي، ولو بلغت خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. حديث كله أمل ورأفة ورحمة وحنية من ربنا سبحانه وتعالى، ولطف بعباده، وحفظ من الله سبحانه وتعالى. بس في شرط وفي جواب. الشرط: عايز تاخد لازم تتعب، عايز تحصل، عايز تنجح لازم تذاكر. في أسس، لأنه الدنيا كلها مبنية على السببية. يعني ايه على السببية؟ لكل شيء سبب. مفيش حاجة اسمها عشوائية أبدا في منهج ربنا ولا في الحياة اللي ربنا خلقنا فيها واللي احنا عايشينها. ولذلك التوكل معناه ايه؟ في قمته التوكل غير التواكل. التوكل معناه الأخذ بالأسباب. التوكل معناه الأخذ بالأسباب. الحديث بيقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك. الجزء الأول جه فيه كلمة الدعاء والمغفرة. الدعاء شرط للمغفرة. ولو أتيتني بملء الأرض خطايا أتيتك بملء الأرض مغفرة ما لم تشرك بي. الجزء الثالث: ولو بلغت خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. أي بني آدم مهما طال عمره يعيش قد إيه في الدنيا؟ 100 سنة، 120 سنة، 150 سنة. احنا بنقول في العصر اللي هو ده يبقى اللي بيوصل ل 100 سنة ده بيبقى معجزة من المعجزات. يعني يقول لك عليه المعامر 110 103 105. وطبعا لما سيدنا نوح لما اتضرب بالامثال فقالوا، يعني لما قالوا ما الدنيا بالنسبه لك يا نوح؟ قال: دار لها بابان دخلت من احدهما وخرجت من الاخر. عاش قد ايه سيدنا نوح؟ ده اللي بيقولوه لكن 950 سنه ده اللي هو ايه؟ الرساله. طب وبقيه العمر؟ فالموضوع، فاذا كان مهما عشت في الدنيا، لو انت على اتقى قلب رجل في الدنيا ما عملتش معاصي خالص، ممكن تعمل حسنات قد ايه؟ خد العكس بقى. لو والعياذ بالله اللي طال عمره ده مهما عاش كان افجر راجل في الارض، الذنوب بتاعته هتملى سطح الارض، هتملى الكره الارضيه. يعني التمدد هنا بالايه؟ راسي ولا افقي؟ افقي، لغايه ما يملى الارض كلها. ده طبعا ده تعبير جوازي زي ما بيقولوا، يعني ايه؟ بينضرب بيه المثل. لكن انهي بني ادم ده اللي مهما عمل من معاصي وسيئات سيئاته تملى الارض كلها؟ مين ده؟ لا، ده مش بس كده. شوف الاعجب بقى: ولو بلغت ذنوبك عنان السماء. ده مش ملت الارض، ده خلص التمدد الافقي وبدا يطلع في التمدد الراسي. طلع بالدور الاول والدور الثاني والدور عنان السماء. ده في بني ادم كده؟ في ممكن يبقى في حد كده؟ من رابع المستحيلات. ولكن عايز اقول لك ربنا، رحمه ربنا، بيقول لك ايه؟ خلي بالك، لو انت ذنوبك ملت الارض وارتفعت الى عنان السماء، هو ممكن ربنا يغفرها؟ انتوا عارفين اكبر مصيبه او اكبر ذنب ايه؟ طبعا ما هو الشرك بالله خلاص بقى. لكن الايه؟ لا، انك تظن ان الله لن يغفر لك. تصدق اكبر الكبائر
بعد الشرك بالله وعقوق الوالدين، لأنه الكبائر صنفها الإمام الذهبي 58 أو 59 كبيرة في المصنف بتاع الإمام الذهبي. لكن إذا أنت ظنيت إن ربنا مش هيغفر لك، يبقى أنت تقليت على الله، يبقى أنت ما عرفتش ربنا صح. يعني ممكن ربنا يغفر لك ذنوبك؟ ده مش ممكن، ده أكيد. بس احنا بنقول دايما بص، القاعدة العامة ولا الاستثناء أقل؟ الاستثناء دايما. إلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، دايما تيجي دايما إلا تجد الإيه؟ الاستثناء هو الأقل، صح؟ ولا القاعدة العامة الاستثناء هو الأقل؟ تعال شوف هنا بقى، هو ربنا ممكن يغفر لك ذنوبك؟ بس بشروط. الأول التوحيد، إنك توحد الله، والنية تكون نية خالصة في توحيد الله سبحانه وتعالى، ولا تشرك مع الله أحدا. وأخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. أمة سيدنا النبي مش هتشرك شرك صريح أبدا. أمة سيدنا النبي ربنا أمنها من أنها تشرك شرك صريح أبدا، إنما إيه؟ الشرك الخفي. يعني ده الرياء، ده واحد منهم. حاجة تانية، تعس عبد، شوف أنا هقول لك من القرآن والحديث أهو. سيدنا النبي بيقول إيه؟ تعس عبد الإيه؟ الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة. الله، عبد، خدت بالك من كلمة عبد في الحديث؟ تعس عبد، يعني ممكن الواحد يعبد المال، هو مش هيعبده من دون الله، ولكن يعبده مع ربنا. والعبادة هنا مش معناها الشرك هنا، أو العبادة اللي تخرج من الملة، لا، ولكن جعل المال هو كل حياته، محور حياته. فنسوا الله فأنساهم أنفسهم. ربنا حال ما بينه وما بين قلبه لدرجة إن هو كل اعتماده على اللي معاه. أنا بصحتي فطايح، أنا معايا فلوس طايح، أنا بعمل طايح، عنده عيال يكون عصابة. لأنه إيه؟ لأنه هنا أشرك مع ربنا سبحانه وتعالى في اختصاصات الله سبحانه وتعالى. فنقطتين مهمين جدا وسلاحين أرجو إن احنا نركز فيهم. احنا عارفين أهمية الدعاء؟ عارفين. طب عارفين أهمية الاستغفار؟ عارفين. طب ليه احنا مخلين من الاستغفار والدعاء؟ ليه؟ وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. الاعتراف لله، الخضوع لعظمة الله. ومش بس كده، لو لم تذنبوا وتتوبوا أو تستغفروا لذهب بكم وأتى بمن يذنب فيستغفر الله فيغفر الله له. ربنا بيحب العبد اللحوح اللي رافع ايده للسماء بيقول يا رب. هو انت لما بتتزنق بتعمل ايه؟ بروح على ابويا اخد منه قرشين. لما الدنيا بتضيق بيا قوي بروح احط راسي في حضن امي وتطبطب عليا وتدعي لي وتروح يا ابني ربنا يفتح لك ابواب الخير وعشان ارتاح الاقي حد فضفض معاه. طب واللي ما عندوش اب وام، واللي معهوش فلوس، واللي صحته تعبانه، لا، انت ناسي باب ربنا ليه؟ ناسي باب الدعاء ليه؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. النتيجه ايه بقى اللي بعد الاستغفار؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم هو احنا ناسيين الاستغفار ليه؟ سيدنا النبي علمنا، قال لك شوف سيدنا النبي كان بيستغفر اليوم في اليوم اكتر من ايه؟ حافظين دي كويس قوي. السؤال بقى، سيدنا النبي كان بيستغفر من ايه؟ مش احنا عارفين دي قوي كويس قوي؟ سيدنا النبي كان بيستغفر من ايه؟
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم كان بيستغفر من ايه؟ اولا لانه المشرع بيعلمنا، صح؟ ومش بس كده، وكل ابن ادم خطاء. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيستغفر، لانه يعني قال الساده، انا مش عايز ادخل عشان انا لو دخلت هتوه ونتوه بعض يعني. بيقول لك سيدنا النبي كلما استغفر ربه علا في مقامه عند ربه، واكتشف انه لا يعرف ربه، فلما اكتشف معرفه الله وكلما تدرج في معرفه الله كلما ارتقى، وكلما ارتقى احتاج ان يستغفر لانه علم انه لم يكن يعرف الله حق معرفته. الساده قالوا كده كلام يعني مش عايزين نخش فيه، ولكن ناس لها منهج وعندها ادله، خلي بالك، بس انا مش عايز اخش في السكه دي. فالاول سيدنا النبي كان بيستغفر. طب انهي استغفار؟ صيغ سيدنا النبي في الاستغفار كتير جدا، وعشان ما اطولش على حضراتكم نقول اللي قاله سيدنا النبي وسماه قال ايه؟ سيد الاستغفار. الله، نقول بقى مع بعض عشان نختم: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. لما تكون النيه خالصه في التوحيد، وعارف ان انت لما تقول يا رب يقول لك لبيك عبدي، يقوم يشيل الخطايا ويبدل السيئات لإيه؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بدل الله لي ولكم السيئات إلى حسنات، ورفعني وإياكم في أعلى الدرجات حتى نرتقي إلى حوض سيد الأنبياء والمرسلين، سيد الحسنات وسيد الدرجات وسيد الفردوس الأعلى، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.